تخيل تبقى راكب طياره وفجاه تقع في المحيط وانت محبوس جوه الطياره والميه بتعلى بيك ومفيش طريقه للهروب، وده اللي حصل في المطار. جيد وكايل مستنيين ايفا عشان هيسافروا سوا للمكسيك. ايفا بتكون بنت حاكم كاليفورنيا وجيد بيكون حبيبها، ودي بتكون اول مره تسافر ايفا مع صحابها بسبب خوف والدها عليها. بتدخل ايفا المطار وبيكون وراها براندون حارسها الخاص اللي بيبعته والدها معاها عشان يوافق انها تسافر مع صحابها. بيستقبلها جيد وبيكون متضايق من وجود براندون معاهم في الرحله. تعتذر ايفا لجيد وبتقول له ان والدها ما كانش هيوافق تسافر من غيره. كايل بيكون بيتكلم مع براندون وبيحاول يتريق عليه، لكن براندون بيكون ماهر في شغله وبيعرف كايل انه واخد باله ومركز مع كل شخص موجود حواليهم. بينبهر كايل بمهارة براندون. بيجي مكالمة لبراندون بتكون من والد ايفا، بيدي براندون التليفون لايفا عشان تكلم والدها. بعدها بيبداوا اجراءات السفر وبنشوف الطفلة روزا مع جدها وجدتها بيكونوا مسافرين على نفس الرحلة. وبتكلم الجدة روزا وبتقول لها معلش عشان ابو روزا ومامتها مسافروش معاهم، وبتسيبهم الجدة وبتقول لهم انها هتقابلهم عند بوابة الطيارة وانها مفاجأة. بنرجع لإيفا وبياخد الموظف الباسبور من إيفا وبيتفاجئ انها بنت المحافظ وبيقول لها انه هينتخبوا. وبتكون الطفلة روزا ماشية مع جدها للبوابة وبيتكلموا وبيقع منها اللعبة بتاعتها وما بتاخدش بالها. وبتكون إيفا واصحابها رايحين للبوابة برضه، وكايل وجيد مستغربين ان إيفا هتسيب كلية الحقوق وهتشتغل في شركة من شركات ابوها. وجيد بيقول لها انها ما بتحبش الكمبيوتر وانها كده هتدبس نفسها في شغل بتكرهه. بتشوف إيفا لعبة روزا على الارض وبيكمل جيد وبيقول لها انها خايفة من الفشل كمحامية. بتقول له إيفا ممكن وانها ما بتعرفش تتعامل مع الضغوط. وبيرد كايل ويقول لها ان قرارها ممكن يكون صح وان المحاميين اصلا مالهمش امان عشان المحامي بتاعه رفض يخليه يشرب مخدرات بعد ما اتقبض عليه بيها. بيكمل جيد اسئله فبتضايق إيفا وتقول لهم انهم في رحله مش في استجواب وبتسيبهم وتمشي. بيوصل جيد وكايل عند استراحه البوابه وبيكون براندون هناك مستنيهم وبيستغرب ان إيفا مش معاهم. تكتشف روزا ان لعبتها مش معاها وبتفضل تدور عليها في شنطتها وبتسيب جدها وبتجري تدور عليها. فبتخبط روزا في إيفا وبتوقع عليها القهوه فبتتعصب عليها إيفا. فبتعتذر منها روزا وبتقول لها انها بتدور على لعبتها اللي وقعت منها. وبترجع روزا لجدها وهي بتعيط فبتتضايق إيفا وجدها بيقول لها انه هيشتري لها لعبه غيرها لما يوصلوا. تفتكر إيفا انها شافت لعبه روزا على الارض وبترجع عشان تجيبها لها. بتروح إيفا تدي اللعبه لروزا وتصالحها وتسالهم انتوا مسافرين فين. فبيقول لها جد روزا انها بتجيلهم من انجلترا وبياخدوها ويسافروا لمدينه كابو اسبوع، نفس المدينه اللي إيفا مسافره لها. تشكرها روزا عشان لقت لعبتها. بتقول لها إيفا العفو واشوفكم على الطياره. بتروح إيفا تقعد جنب الحارس بتاعها وبيسالها لو هي فعلا محتاجاه معاها في الرحله وانها بقت كبيره كفايه ومعاها اصحابها كمان وانه مش هيعرف والدها. بتقول لها انها مش مرتاحه للرحله وانها من ساعه موت مامتها وهي بتخاف. بيقول لها براندون انه لسه بيشوف كوابيس عن الحادثه وانه لو كان موجود مع مامتها ما كانتش غرقت ساعتها. بتقول له إيفا انها مش غلطته ويبطل يلوم نفسه وبتقول له انها محتاجاه معاها في الرحله. وبيطلعوا كلهم الطياره وبتبدا الرحله. بيعتذر جيد لإيفا وبيقول لها انه مؤمن بيها وانها لازم تؤمن بنفسها. بيعدي عليهم المضيف وبيطلب كايل مشروب وبتاخد إيفا مقرمشات وبتقع منها فبتعتذر للمضيف وبيحاول ينظف المكان. فبيتريق عليه كايل ويحرجه وبيدي المضيف المشروب لكايل وبيوقعه عليه اكنه ما يقصدش وبيعتذر منه وبيديله مناديله وبيمشي. فبيضحكوا عليه اصحابه وفجأة بيحصل هزة قوية وبيكون في طيور خبطت في محركات الطيارة والركاب بيخافوا. لكن بيتكلم الطيار في السماعة ويطمنهم ان كل حاجة بخير وانها حادثة بسيطة وبيطلب منهم يربطوا حزام الامان. لكن للاسف الوضع بيسوء وتبدأ محركات الطيارة تولع واجزاء من المحركات بتتكسر وتكسر شباك الطيارة. ومع ضغط الهواء الشديد بيتخلع جزء من جنب الطيارة وبتبدأ الناس تتسحب مع ضغط الهواء وتطير لبره الطيارة وبيكون الوضع صعب ومرعب. بتكون إيفا بتبص على براندون بكل خوف وبيكون براندون عاوز يروح لها بس للأسف ما بيلحقش. بيحصل انفجار في المحركات وبتتكسر أجزاء من الطيارة وبسبب الهواء بتطير وبتدخل في جسم الركاب وتموتهم ومن ضمنهم براندون. وبتكون إيفا واصحابها عايشين لكن كايل بيكون دراعه اتكسر وبتقع الطيارة في المحيط والمية بتدخل في الطيارة وبتبدأ تغرق في المحيط. ولكن لحسن الحظ إيفا واصحابها بيكونوا في آخر الطيارة فالمية ارتفاعها أقل. وبنلاقي المضيف لسه عايش وبيخرج يطمن على إيفا وبيسمعوا صوت جاي من تحت المية. بيلاقوا براندون لسه عايش لكنه مصاب ومعاه روزا وجدتها وبتكون جدة روزا فاقدة الوعي. فبيحاول المضيف ينقذها وفعلا بتفوق وبتشكره إيفا وبتعرفوا ان اسمه دانييلو. وبتسأل جدة روزا عن جوزها فبيقول لها براندون ان للأسف مات. تتصدم وبتعيط هي وروزا. بيكون جاد خايف ومتوتر فبيحاول براندون يهديه ويبدأ براندون يدرس الوضع ويفهمهم هيعملوا ايه ويطلب منهم يهدوا. وبيطلب من دانييلو يراقب اطار الدعم اللي في الجزء الخلفي من الطيارة. وبيقول لإيفا تراقب مستوى المية ولو حد بدأ يحس بخمول يبقى مستوى الأكسجين بيقل. وروز بتكون خايفة وبتعيط. بيطمنها براندون وبيقول لها ان كل حاجة هتكون كويسة. بتحاول إيفا تلقط شبكة ولكن مفيش والتوتر والخوف بيزيد. فدانييلو بيقول لهم ان الطيار بعت إشارة قبل ما الطيارة تقع
وبيقول لهم براندون انهم لازم يستنوا وان اكيد النجدة في الطريق ليهم ولكنهم هيحتاجوا اكسجين. وبيقول لدانييلو ان لازم يكون في انبوبة اكسجين احتياطي. فبيروح دانييلو يشوفها لكن بيلاقي الاتنين الاحتياطيين فاضيين. تتكلم جدة روزا وتقول لهم ان كان في راجل في الكرسي اللي جنبهم معاه انبوبة اكسجين طبية. فبيروح براندون تحت المية عشان يدور على انبوبة رغم انه مصاب. وبتطلب جدة روزا منه انه لو لقى الكاب بتاع جوزها هيجيبه لانه اخر ذكرى ليها معاها. بيعوم براندون لحد ما يلاقيهم وهو راجع يدخل قرش الطيارة ويهاجم براندون. بيتصاب بجرح كبير وبينزف لكنه بيرجع ويديهم الأنبوبة والكاب لجدة روزا ويعتذر لإيفا ويقول لها إنها لازم تكمل لوحدها وإنها هتقدر على ده. وبيسحبوا القرش وياكلوا. بيزيد الخوف أكتر بعد ما عرفوا إن في قرش معاهم. فبيرجعوا كلهم لآخر الطيارة عشان يبعدوا عن المية على قد ما يقدروا. وبتقول لهم إيفا إنهم لازم يستنوا وبتوافقها جدة روزا وبتحاول تعالج دراع كايل وبتاخد معدات الإسعافات الأولية وبترد الكسر اللي في دراعه. وبيصرخ كايل من الوجع وبتلفلف له دراعه وتثبته برباط الضغط. وبيقعدوا يستنوا الدعم وبنلاقي مروحيه فوق المحيط بتدور على الطياره وبتبلغهم وحده الانقاذ ان ايفا بنت الحاكم واحده من الركاب وانهم هيبعتوا 4 مروحيات كمان وان دي اكبر عمليه انقاذ من وقت طويل. لكنهم لسه مش لاقيين اي اثر للطياره. بتبدا الطياره تتملي ميه اكتر وتميل لقدام من كتر الميه ويبدا السقف يدخل لهم ميه. فبيتوتر جد وبيقول لايفا انهم لازم يعملوا حاجه. فبتقول له براندون قال لنا نستنى الدعم. بيقول لها براندون مات ومحدش هينقذنا. وبتطمن جدة روزا على كايل وبيسألها دانييلو اتعلمت ده فين. فبترد روزا وبتقول له ان جدتها كانت من جنود الحرب. وبتكمل جدة روزا وتقول انها كانت ممرضة في الجيش برتبة ملازم. وبتحكي لهم انها عرفت جوزها في الحرب وعالجته ومن وقتها وهم سوا. وبتعيط لانها مش هتشوفه تاني. وبيلاقوا اسماك القرش بتهاجم الطيارة وبتاكل الجثث وعددهم بيزيد حوالين الطيارة. فبتخاف روزا اكتر وبتعيط. فبتطمنها ايفا وتقول لها انها هتخرجها من هنا وان الدعم بيدور عليهم وهينقذوهم. وبتكون فعلا المروحيه بتدور عليهم لكن لسه مش لاقيينهم. وبيوسعوا دايره البحث وبتحاول ايفا واللي معاها انهم يصمدوا لاكتر وقت ممكن. لكن القروش بتهاجم سقف الطياره من بره وده بيضعفها وبيقلل وقت النجاه لانها لو ضعفت الميه هتدخل والطياره هتغرق بالكامل. وفجاه بتبدا الطياره تتحرك اكتر وتنزل في قاع المحيط وده خلى الميه تزيد اكتر وعمقها يزيد. وطبعا وقت النجاه بيقل. فبيقولوا لايفا انهم لازم يعملوا حاجه وبيقرروا انهم يخرجوا من الطياره ويعوموا لغايه ما يطلعوا لفوق ولكن لازم يشتتوا انتباه القروش عشان ما تهاجمهمش. فبتقول لهم روزا ان القروش مش بتحب الفقاعات المائيه وانها درست ده في المدرسه. فبيتريق عليها كايل. فبيتعصب دانييلو ويقول له انهم بيحاولوا يلاقوا افكار عشان يخرجوا من هنا. وبيبدا كل واحد يقترح فكره ويساعدوا بعض عشان يخرجوا بسلام لكنهم محتاجين معدات كتير عشان يقدروا يوصلوا للسطح لان المسافه كبيره ومش هيقدروا يصمدوا كتير. فبتقول لهم ايفا انهم لازم يحاولوا وبتسيبهم وبتدخل الحمام وبتنهار وبتعيط وبتفتكر مامتها. وبتكون المروحيه لقت جزء من جسم الطياره عايم على وش الميه. فبيعرفوا ان الطياره غرقت في المحيط وبينزل غواصين من المروحيه عشان يدوروا على الطياره ويشوفوا في ناس نجت ولا لا. وبيبداوا يدوروا تحت عمق المحيط لحد ما بيلاقوا الطياره ويعوموا ليها. وبيكون اصدقاء ايفا بيدوروا في الشنط على حاجات ممكن تساعدهم عشان يقدروا يعوموا للسطح. وبتسال روزا ايفا لو هي خايفه. فايفا بتقول لها شويه بس بتطمنها وبتقول لها انه عادي لو الانسان حس بخوف. فبتسالها روزا لو هما ممكن يخرجوا من هنا. فبتقول لها ايفا انها واثقه انهم هيخرجوا بسلام. وبيشوفوا الغواصين داخلين عليهم وبيفرحوا وبيشاوروا لهم من الشباك. فعلا الغواصين بيشوفوهم ولكن للاسف بيهاجمهم القروش وبياكلوهم وبيموتوا. في الوقت ده بتقرر المروحيه انها تمشي لان حتى الغواصين ما ادوش اي اشاره ولا خرجوا من المحيط وان مروحيات الدعم هتيجي وهتكون مجهزه اكتر. وبيبعتوا اشاره لوحده الانقاذ انهم يسرعوا الدعم وبيمشوا من المكان. فبتقترح ايفا انهم يدوروا على جثه الغواص وياخدوا منه انبوبه الاكسجين. وبتبدا ايفا وجيد يدوروا ولكن ايفا بتشوف حاجه تحت الميه فبتخاف وبترجع. لكن جيد بيتزحلق وبيقع في الميه وبيمثل انه بيغرق وبيحاولوا يساعدوه لكنه بيطلع وبيضحك. فبيتعصبوا عليه ولكن فجأة القرش بيهجم عليه وهما بيحاولوا يساعدوه وبيلحقوه فعلا. لكن بيكون القرش كل رجله. بتحاول جدة روزا تساعده ولكن بتبعد روزا الأول وتربط رجل جيد بأعزمة الأمان عشان توقف النزيف. وفعلا بيوقف النزيف وبيسأل جيد عن حجم الإصابة وإنه مش حاسس برجله. فبتقول له جدة روزا إنه فقد رجله لتحت الركبة. فبينهار جيد وبيقول إن السباق الثلاثي ضاع عليه وبيحاولوا يطمنوه ويهونوا عليه. وبيقول جيد لإيفا إنهم لسه يقدروا يخرجوا من هنا. فبتقول له جدة روزا إنها شافت أصعب من كده في الحرب وإن في جنود كانوا صعب ينجوا ولكن نجوا هو كمان يقدر ينجو. وبتقول إيفا إنهم لازم يدوروا على شنطة من شنط الركاب ممكن يلاقوا فيها معدات غطس.
فبيفتح دانييلو باب لمخزن الشنط، وبتنزل إيفا عشان تدور على الشنطة وبتلاقيها وبتطلع، ولكن بيلاقوا 4 بس من بدلة الغطس بمعداتها. يقول كايل لإيفا إن جاد حالته صعبة ومش هيقدروا يخرجوه من هنا. بتحاول إيفا تتكلم معاه وتطمنه عشان يقدر يصمد أكتر، وبيسمعوا صوت بره الطيارة فبيشوفوا من الشباك. وفي اللحظة دي بتكتشف جدة روزا إن جاد مات، فبتقول لإيفا إنه مات. فبتنهار إيفا وبتحاول تعمل له إنعاش وهي بتعيط، ولكن للأسف بيكون خلاص مات. فبتشدها جدة روزا وبتقول لها إنه خلاص مات. بتحس إيفا بالذنب وإنها السبب، لأنه كان بيساعدها ومات بسببها، وإنها خسرت كل اللي بتحبهم، مامتها وبراندون وجد. ما بقاش ليها حد. تتحرك الطيارة فجأة وبتنزل أكتر لقاع المحيط، وبتكون المية زادت في الطيارة ولازم يخرجوا من هنا. فبتقول إيفا إنهم هيعملوا فقاعات عشان يبعدوا القروش زي ما روزا قالت، بس محتاجين يجمعوا كل حاويات الإنقاذ عشان يخرجوا الهواء منها ويعملوا أكبر كمية فقاعات. ولازم يلاقوا أنبوبة الأكسجين بتاعة الغواص عشان يقدروا يتنفسوا تحت المية ويعوموا للسطح. فبينهار كايل وبيقول لها انه مش هيقدر يخرج من هنا، ولكن ايفا بتطمنه وتقول له انه يقدر وانه لازم يحاول. بيبداوا يلبسوا بدل الغطس، لكن جدة روزا بتلبس روزا البدله مكانها، وبتقول لايفا انها كسرت الرقم القياسي في السباحه من غير بدله وانها هتقدر تتعامل تحت الميه. بتودع ايفا جد وبيتحركوا ناحيه فتحه الطياره، ولكن الطياره بتتحرك وبتتزحلق اكتر وبيتفصل الجزء اللي قدام عن جسم الطياره، فبيحصل عدم اتزان. لكن بتكون ايفا واللي معاها بخير، وبتقول لهم ايفا الخطه انهم لازم يحافظوا على هدوءهم وبلاش اي حركات سريعه، وان في غواص تحت الميه معاه انبوبه اكسجين. الانبوبه فيها مخرجين، هتدي روزا واحد وهيبدلوا هما الاتنين مع بعض لحد ما يوصلوا للسطح، وان في مخرج في جناح الطياره الثالث هيخرجوا منه، ولما يبعدوا عن الطياره هيشدوا حبل الجاكيت الامان، وانهم لازم يتحركوا بقوه وما يتراجعوش ابدا. بتقول جدة روزا لايفا انها تخلي بالها منها وانها تعمل اي حاجه عشانها، وانها عجوزه وهتاخر حركتهم. وبتتكلم مع روزا وتقول لها انها هتكون وراها عشان تحميها زي ما كان جدها بيعمل، وان جدها معاها بروحه وبيحميها، وايفا كمان معاها. تتاكد ايفا ان المكان امن وبتاخد روزا وبيعوموا، والباقيين بيروحوا وراها. لكن جدة روزا بترجع وتقرر انها هتموت هنا، وبيبص كايل وراه مش بيلاقيها، فبيرجع تاني وبعدين بيقول انه مش هيقدر يكمل، وفجاه بيهجم عليه القرش وياكله. كده ما يفضلش غير ايفا وروزا ودانييلو. بتلاقي ايفا جثه الغواص وبتدي مخرج اكسجين لروزا، والتاني بتشاركه مع دانييلو. اول ما بيوصلوا للمخرج بتشد حبل جاكيت الامان لروزا ودانييلو وبيطلعوا في اتجاه السطح، ولكن لما بتيجي ايفا تطلع وراهم بتلاقي قرش في وشها، فبترجع وبتثبت مكانها، فما بيحسش بيها القرش ويمشي. وبتروح عشان تخرج من مخرج تاني، ولكن الطياره بتقع وبتتسحب ايفا مع الطيار، ولكنها بتحاول وبتمسك في الكراسي عشان تكمل عوم عكس الطيار. وفعلا بتوصل ايفا للمخرج وبتخرج وتشد جاكيت الامان وبتحاول تعوم لفوق، وبتبدا تشوف نور السطح، ولكن قله الاكسجين بتخليها تفقد الوعي وبتوصل للسطح. وبعدها بتفوق وبتنادي على روزا ودانييلو، بس مش بتلاقيهم. بس بتشوف لعبه روزا على وش الميه، وبتلاقي مروحيات وبتحاول تشاور عشان يشوفوها، وفعلا بيشوفوها وبينزلوا لها حبل انقاذ. وبتطلع وبتلاقي دانييلو وروزا فوق، فبيسالها حد من فريق الانقاذ لو في حد تاني غيرهم، بتقول له لا. وبتسال روزا عن جدتها، فبتقول لها ايفا انها ما نجتش. بتنهار روزا وتعيط وتجري على ايفا، فبتعيط ايفا وتحضنها وتدي لها اللعبه بتاعتها، بس روزا بتقول لها انها ما بقتش محتاجاها وهتسيبها مع جدها وجدتها. بترمي روزا اللعبه من الطياره في المحيط، وبكده بيكونوا نجوا بسلام. قول لنا ايه رايك في القصه دي، ولو عجبتك دوس لايك واعمل فولو للبيج عشان يوصلك كل جديد، وقول لنا رايك اكيد في الكومنتات. سلام.